أنا باكره كلمة بيع. لو أنت بتكره كلمة بيع وبتتوتر في كل مرة بتحاول تروج للمشروع، يبقى الفيديو ده معمول علشانك، مش علشان تتعلم تبيع أكتر، لكن علشان تفهم إنك أصلا مش المفروض تبيع. كلام غريب مش كده؟ خليني أقولك في الأول إن التسويق مش إقناع حد بحاجة مش محتاجها. التسويق هو إنك بتساعد الشخص الصح ياخد قراره، والقرار اللي هو فعلا محتاجه أصلا. الناس اللي بتفشل في التسويق مش فاشلة علشان منتجها وحش، بس بتفشل لأنها داخلة من آخر القصة. إيه هي آخر القصة؟ داخل يبيع، داخل يقول اشتري قبل ما يقول افهم إيه المنتج بتاعي أصلا. ومن علم النفس السلوكي، أي إنسان دايما بيقاوم الضغط لكن بيرتاح للاختيار. لو أنت ضغطت بني آدم قدامك وما اديتلوش حرية الاختيار، هتحس دايما إن هو بينفر منك. علشان كده خليني أحكي لك استراتيجية التسويق الصح، مش كفريم أو 3 مراحل محفوظين، لكن كرحلة إنسانية بيمشي فيها العميل من غير ما يحس. أول حاجة لازم تفهمها إن الشخص اللي قدامك مش قاعد مستنيك أنت. هو مش فاتح انستجرام ولا فاتح يوتيوب علشان يشتري، هو فاتحه عشان يهرب شوية من الواقع اللي هو عايش فيه، يتعلم حاجة جديدة أو يحس إنه مش لوحده. فلو أول حاجة شافها منك في المنشور بتاعك إن العرض لفترة محدودة، مش هيفكر أصلا يدور إيه العرض، هيسيبك ويمشي، هيعمل سكرول، هينسى أصلا إن هو شاف ال البوست بتاعك. لكن لو شاف حاجة قالت له ده أنت، هيقف. حاجة بتشرح الكينونة بتاعته، حاجة بتمس احتياجاته، هيقف عندها. وده اسمه علميا الوعي بالمشكلة. في المرحلة دي الشخص مش محتاج حل، هو محتاج يفهم هو ليه حاسس كده. شغلك هنا مش تقول أنا عندي الحل، شغلك تقول له أنت مش مجنون، المشكلة فعلا موجودة وحقيقية. محتوى المرحلة دي بيبني علاقة وبيخلي الشخص يحس إنك فاهمه. ولما تحس إن في حد فاهمك بتثق فيه من غير ما تحس. ولو حاسس إن الكلام ده بيلمس حاجة جواك، اعمل لايك وانت بتسمع، ما تنسانيش، علشان الخوارزمية تعرف إن المحتوى ده مش مجرد كلام فاضي وخلاص. خلينا نكمل كلامنا. بعد ما الشخص فهم مشكلته، هيبدأ يسأل سؤال أخطر: طيب أعمل إيه؟ وهنا بنخش المرحلة التالتة، واللي معظم المشاريع الصغيرة بتبوظ فيها: مرحلة الاهتمام. في المرحلة دي الشخص بيدور على طرق، بدايل، وحلول. وانت دورك هنا مش انك تطلع تقول انا احسن حل. دورك انك تبقى المرشد مش البياع. تشرح الخيارات، تتكلم عن المميزات والعيوب، حتى لو حل مش بتاعك انت. طب ليه؟ علشان من منظور علم التسويق، اللي يعلمك انت بتثق فيه اكتر من اللي بيقنعك. في المرحلة دي المحتوى العلمي التحليلي الهادي دايما بيكسب. الشخص هنا بيبني قناعة مش بياخد قرار. وبعد وقت، وهنا النقطة اللي ناس كتير مش واخدة بالها منها، الشخص نفسه هيبدأ يسأل: طب أعمل إيه؟ طب أعمل ده مع مين؟ وده مش بسبب إعلان، ده بسبب تراكم. يعني ما تفكرش إن إعلانك هو اللي وصله لمرحلة التفكير ده، ده بسبب تراكم. هنا بقى بنوصل للمرحلة التالتة، وهي القرار. في المرحلة دي البيع مش تقيل، مش محرج، مش متعب.
في البداية كنا بنقول إن الناس دايمًا بتنط المرحلة الأخيرة اللي هو بيبيع، فدايمًا بيحس إن هو كاره فكرة البيع، أنا بازِن على الناس كتير، فشكلي مش حلو. لكن لمّا أنت رُحت معاه في كذا مرحلة و وعيت بالمشكلة بتاعته، اهتميت بيه، علّمته علشان يقدر ياخد القرار، وصلنا للمرحلة الأخيرة وهي القرار. دلوقتي في المرحلة دي وأنت بتبيع له، عمر ما هتحس إن الفكرة تقيلة عليك، عمرك ما هتحس إن أنت مُحرَج أو تعبان إن أنت بتزِن عليه، وأنت مش هتزِن أصلًا في المرحلة دي. في المرحلة دي هي جملة واحدة هتبقى كفاية جدًا، لو حابب تطبّق ده مع حد فاهم، الخدمة موجودة، بس. طب ليه الجملة دي بتشتغل؟ لأن الشخص وصل للقرار بنفسه، وأنت كنت جزء من الرحلة، مش ضغط في آخرها. خليني أرتب لك الاستراتيجية بشكل واضح، نلخص اللي إحنا اتكلمنا فيه ده لو أنت تهت مني. أي تسويق ناجح لازم يكون مبني على 3 أعمدة ثابتة. العمود الأول إنه محتوى بيوضح المشكلة، يعني يخلي الشخص يحس إنه مفهوم. العمود التاني محتوى يشرح الخيارات، يخلي الشخص يفكر. العمود التالت عرض هادي، يخلي الشخص يختار. لو ركزت على العمود التالت بس هتحس إنك بتبيع، ولو بنيت التلاتة هتحس إن الناس هي اللي بتطلب منك. آخر نقطة ودي مهمة جدا، التسويق مش فيديو بيفيرال، مش فيديو ضرب وضربة حظ. التسويق سمعة، سمعتك بتتبني لما كلامك بيبقى ثابت، ورسالتك بتبقى واضحة، وحضورك دايما مستمر. مش كل يوم ترند، لكن كل أسبوع في معنى. لو معاك مشروع صغير، اسأل نفسك النهاردة، أنا بخاطب مين؟ وهو في أنهي مرحلة؟ غير الطريقة مش المنتج، اثبت على المنتج بتاعك لكن حاول تغير الطريقة بتاعتك في التسويق لمنتجك. لو الحلقة دي خلتك تشوف التسويق بشكل مختلف، سيب لايك واكتب لنا في التعليقات ايه اللي انت فهمته من حلقة النهاردة، وايه اللي ممكن تغيره في طريقتك عشان تبيع المنتج بتاعك حتى لو المنتج ده خدمة. الحلقة الجاية هندخل في منطقة أخطر شوية، الأخطاء اللي بتقتل المشاريع وهي شغالة. أشوفك الحلقة الجاية.